السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحد المحبين بيسأل بيقول: إيه هي الأعمال اللي ممكن أعملها تنجيني من النار؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يعني لا أدري الحديث عن النار وسط هذا الجو العجيب من الجليد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من النار، والمشاهدين والمحبين وكل من يقول لا إله إلا الله. آمين. طبعا فيه وادي في والعياذ بالله من احد وديان النار، وادي زمهرير، يعني يوضع تقريبا والله اعلم فيه الجن، لان الجن من النار، فاذا دخل او يبدو نار لا يعلمها الا الله، نسال الله ان يعيذنا واياكم منها، من مارج من نار، ولكن يبدو ان عذابهم في جهنم يكون في وادي زمهرير، هذا الوادي الذي من شدة برده يقع اللحم من فوق العظم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. لكن ولدنا والمحب يسأل: إيه الأعمال اللي تنجيني من النار؟ أولا، أول شيء ألا أكون ظالما، فالظلم أول مدخل من مداخل جهنم والعياذ بالله. نمرة 2، ألا تصيب دما، يعني إياك أن تقدم على قتل إنسان أيا كان، يعني من أقدم على هذا الأمر فيجاء به يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله، إلا مسألة القتل. أيضا أنا أنبه بعض الأسر والأصهار والأزواج والزوجات ألا يقتل أحدهما الآخر قتلا معنويا. يعني الرجل يكون في بيت أبيه وأمه عنده همة، وعنده همة عالية وخطط، تقتل الزوجة النكدية والعياذ بالله المؤذية فيه همته، أو أن نسلم الزوج بنتا صالحة كالحديقة الناظرة وكالبستان الناظر، يحولها إلى ركام ويقتل فيها أنوثتها وحياءها ويبتزها عاطفيا للأسف الشديد من عقده الكثيرة. هذا نوع من القتل. الغيبة نوع من القتل ونوع من أبواب جهنم والعياذ بالله رب العالمين. أما أيضا الذي ينجيني من النار كثرة تلاوتي لكتاب الله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، وأن يكون صاحبي كتاب الله عز وجل. أيضا أن آمل الخير للناس ولا أظن بالناس سوءا، وأن يكون قلبي نقي كالثلج الأبيض هذا، لا حقد، لا غل، لا حسد، لا نميمة، يعني لا تعالي على خلق الله، لا رغبة في الانتقام من الناس، لا أبيت وفي قلبي غش على المسلمين، أقول كلاما وأصنع كلاما آخر. كل هذه يعني تسد عني أبواب جهنم. أيضا الصدقة تطفئ غضب الرب، صدقة السر. ويا سلام لو الإنسان فرج عن مؤمن كربة، وقف بجواره، دعا له بظهر الغيب، كان معه في كربته، سبحان الله، دعا له أن ربنا يعني يذهب عنه المرض أو غيره. أيضا اللي يطيل العمر ويبارك فيه ويبعد عن النار صلة الرحم، لأن تقطيع الأرحام هذا والعياذ بالله، يعني إن لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش، وقالت هذا مقام العائد بك العائد بك يا رب من القطيع. فقطيعة الرحم هذه مصيبة، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أيضا الصدقات الجارية، أنا أرجو من كل المشاهدين ألا أنتظر أن أموت ليصنع لي ولدي أو ابنتي صدقة جارية. طب ليه ما تعمل أنت في حياتك أفضل؟ اضمن، ازرع الآن بنفسك. أنت لا تضمن تغير يختلف الأولاد والبنات على ميراثك وعلى بضع من متاع الدنيا، وينسوك سبحان الله، ويقول ترك لنا المشاكل وترك لنا مش عارف ايه. فهذا امر اخر. الانسان اللي عايز يقي نفسه من يعني يسد او تسد عنه ابواب جهنم وتفتح له ابواب الجنة ان شاء الله رب العالمين، الصبر الايجابي. الناس تظن ان الصبر ده مشروع سلبية، لا والله. الصبر الايجابي يعني ايه؟ اخذ بالاسباب ولكن اصبر واتصبر وانتظر الفرج من الله. ليس معنى الصبر يعني
ان استسلم للامور، لا، هي الاستسلام يكون لله ليس للاسباب، ليس للمسائل الارضيه. استسلم لامر السماء، لكن اصنع في الارض ما يوجب ان سبحان الله اخرج من هذه الازمه منتصرا. ايضا مما يوجب بفضل الله يعني ان توصد في وجه الانسان ابواب النار الصلاه لوقتها. عندما ينادي المنادي حي على الصلاه حي على الفلاح، يسارع الانسان كما يقول العلماء اسراع النسر الى فريسته. ليه؟ لان الصلاه صله بالله سبحانه وتعالى، ويناديك رب العباد يقول لبيك اللهم لبيك. اذا المساله يعني التفاعل مع الله عز وجل. المساله ايضا التي توصد امامي ابواب جهنم وتفتح لي ابواب الجنه، ان اعدل بين ابنائي وبناتي. لا افضل بنت على بنت او بنت على ولد او ولد على بنت او ولد على ولد، لا، من الواجب يعني اتحب ان يكون لك في البر سواء، اللي هو النعمان بن بشير قال نعم يا رسول الله، يريد ان يعطي ولدا من اولاده بستانا، كل ابنائك نحلت؟ قال لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام اشهد عليه غيري. في روايه انا لا اشهد على باطل. سبحان الله، ياتي الانسان الظالم او الغير عادل وشقه مائل يوم القيامه. ايضا من ضمن موجبات ان تغلق في وجه الناس ابواب جهنم وتفتح ابواب الجنه الحمادون لله على كل حال. يا سلام، لما تسال واحد يقول لك الحمد لله رب العالمين، تخرج هكذا من قلب، مش كيف حالك يا فلان، نعمل ايه، عايشين يعني زي الحشرات. يعني ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، مش حياه، لا، الثاني قال فلنحيينه حياه طيبه. اما هذا فمعيشه زي اي هوام تعيش في الارض. يقول لك هنعمل ايه، ولا بعد ما يشتكي نص ساعه يقول لك وادي احنا صابرين يا سيدنا الشيخ. طب انت صابر ازاي بعد ما اشتكيت؟ وتكون الشكوى لله رب العالمين. ايضا العمل على ارجاع المظالم لاهلها قبل ان ياتي يوم لا استطيع. فدي يعني بعض المفاتيح التي يستطيع الانسان ان يجعلها يعني خارطة طريق لحياته كي يوصد الله ابواب جهنم في وجهه ويفتح له ابواب الجنه. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الجنه دون سابقه عذاب، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.